مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج البلاد اليوم، والذي سنخصص جزءه الأول للحديث عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشفت عنه وزارة المالية من سنة 2016 إلى سنة 2030. ما هي الحلول الممكنة للاقتصاد الجزائري للخروج من تبعية للبترول؟ هل الجزائر قادرة على قيام سياحة قوية، على زراعة منتجة، على صناعة؟ يعني الكثير من الأسئلة حول الواقع الاقتصادي، خاصة مع تراجع الكبير لأسعار البترول اللي أثر على مالية الدولة وحتى على حياة الجزائريين. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة رئيس جمعية الجزائر لاستشارة التصدير السيد إسماعيل لنماس، وهو أيضا خبير اقتصادي. مرحبا بك. أهلا، مساء الخير. شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا على الدعوة. في البداية أنت يعني خبير في قضية التصدير، وهذا من الإشكاليات الكبيرة في الجزائر. يعني عندنا عقود وحنا نتحدث لماذا لا نصدر، يعني ما كاين حتى أرقام مشجعة في التصدير باستثناء المحروقات، ونحن يعني لن نطلب أمور كثيرة. يعني مثلا تونس، المغرب، مصر، يعني دول مجاورة عندها 10-20 مليار دولار سنويا من التصدير. لماذا الجزائر ما زلنا في مليار و500 مليون دولار، يعني في أرقام بعيدة؟ شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يعني مهم واستراتيجي. لماذا؟ لأن أولا هذا الشكل الاقتصادي الجديد يعتمد أساسا وكثيرا على الجانب التصدير. نعم. بحيث هذا التصدير يجلب لك أموال إضافية. نتكلم على التصدير خارج المحروقات، يجلب لك أموال إضافية خارج المحروقات اللي راهي تعاني منذ سنوات. ولكن الجانب التصدير أو نشاط التصدير متعلق بالإنتاج. نعم. ومتعلق بالقطاعات، مختلف القطاعات. فلما نتكلم على التصدير نتكلم مدى قابلية القطاعات المنتجة في الجزائر للذهاب إلى هذا النشاط. لماذا؟ لأن ننسى بأن باش نصدر لازم تكون عندنا معلومات، تكون عندنا معلومات حول القدرات اللي عندها الجزائر. وهذه المعلومات منين جينا؟ من القطاعات الإنتاجية المنتجة، مثلا القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والقطاع السياحي والخدماتي إلى آخره. وبالتالي فلما نتكلم على التصدير، وكما ذكرت يعني درك، قلت بأن ما قدرناش نطوروا هذا النشاط، ما زلنا ندوروا يعني في نفس المستوى. لماذا؟ لأن يعني الاهتمام نتاع الدولة اليوم في هذا الجانب منذ يعني سنوات هو يروح في الجانب العملياتي، في الاوبيراسيونيل. لما نتكلم على التصدير قال ما نقدروش لأن الجمارك، لأن البنوك، لأن هذا. لا، حنا قلنا وعودنا بأن المشكل أو إشكالية التصدير جاي من انعدام استراتيجية. وعلاش نتكلم على استراتيجية؟ لأن يعني بناء هذه الاستراتيجية منين جي أولا من تشخيص القطاعات. وعلاش نشخصوا القطاعات؟ باش تكون عندنا معلومات حول الطاقات والقدرات لكل قطاع. لما تكون عندي هذه المعلومات اللي في كل قطاع، نجيب هذه المعلومات ونغذي الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات. لما تكون عندنا المعلومات حول الطاقة، واش نصدر، ما هي القدرات تاعنا لتصدير القدرات اليوم وعلى 6 شهور وعلى سنة إلى آخره. من بعد نتكلموا على ماذا؟ نتكلموا على الأسواق. كيفية اقتحام الأسواق، هذا شيء مهم. الأسئلة اللي نطرحها، هذا ممكن ياخذنا التعاقد مع شركات عالمية للترويج، للنقل، هي اللي ممكن تسهل لك عملية التسويق. لا، هذا جانب آخر. لماذا؟ ذكرت لي النقل مثلا، هذا محور ثالث. لما يكون عندنا أسواق مثلا لازم نوصلوا لها. بارك الله فيك. كيف نوصلوا لها؟ لازم لي نوضع سياسة اللوجيستيك والنقل اللي تلبي حاجيات المصدرين. ورابعا، المحور الرابع كذلك الاكومبانيمون، المرافقه. خلي نشرح شويه هذا الموضوع ببعض التفاصيل. الان انا يعني عندي مصنع وعندي يعني منتوج جيد، وهذه الامثله كاينه في الجزائر. يعني كاين بعض المصانع، كاين بعض مثلا منتوجات زراعيه اللي تستاهل تتصدر وعندها تنافسيه. وين المشكل؟ يعني غدوه نحب نبعث مثلا بعض البطاطا للروس، ولا بعض البطاريات لامريكا، ولا اي منتوج. وين المشكل؟ وين راح نلقى المشكل؟ انا كصناعي او كفلاح او كتاجر، وين نلقى المشكل؟ شوف، انت تكلم لي على التصدير على المستوى ميكرو، على مستوى المؤسسه. انا تكلمت لك التصدير على المستوى ماكرو، على المستوى الدولوي. ولكن نحبط لك المستوى الميكرو، مستوى المؤسسه. اولا غياب ثقافه
للتصدير هذا اول حواجز. يعني الجزائري ما يفكرش يصدر، هذه حاجه. بارك الله فيك. المانجر الجيريان يعني مش كل، باسكو رانا نصدروا، ولكن العديد من مسيري المؤسسات اللي رانا نلتقي بهم، لاني راني مكون في هذا المجال، يقولوا لي رانا نخموا في التصدير، ولكن ينسوا بان نشاط التصدير لازم يكون داخل استراتيجيه لتطوير المؤسسه نتاعو، داخل ماهيش خارج، راهي داخله في تطوير الشركه. يعني ماشي شي بعيد، لازم يبدا بها. نروح بعيد، يبدا بها، ياخذها بعين الاعتبار حتى في اقتناء وسائل الانتاج تاع المؤسسه تاعو. لماذا؟ لان لو اخذ بعين الاعتبار نشاط التصدير من الاول، هذا يعني يفهم بان راهو يكون بعلاقه بعده اسواق، وكل سوق عنده حاجيات خاصه، وبالتالي اذا كان عنده وسائل انتاج مرنه سيلافي ان اوتي دو برودكسيون سوبل، يقدر يلبي ويأقلم العرض نتاعو على حساب الحاجيات تاع الاسواق المختلفه. دونك هذا شيء مهم. اثنين، كنت مع واحد الانسان مسؤول كبير في الاستثمار، يعني رجل اعمال كبير عنده مجمع الى اخره، يقول لي يا سي الماس راك تتكلم على تصدير، والله ما عرفت نصدر. قلت له يا الحاج، قلت له يا اخي راك حطيت ملايير في المجمع نتاعك. قال لي نعم، ووسائل الانتاج متطوره. قال لي نعم. قلت له ما تقدرش يا سيدي، ما كانش في الجزائر مختصين في التصدير، ما تقدرش تجيب 3000 تجيب مصدر، يعني ماناجر في التصدير، مسير في التصدير، مختص في التصدير، اعطي له هذيك 3000 يورو في الشهر، يولي يضحك من عينيه ويبعث لك لي كونتينر الخارج. قال لي قلت له وي، ولا يعني في بعض الاحيان يعني امور بسيطه، يعني حط الملايير في باش سي الماس. فهمت الفكره. يعني انا نحكي هل الامر سهل؟ يعني لو نحترم هذه يعني الخطوات، مثلا في قضيه الجمارك، قضيه الاعتمادات الماليه، المنظومه البنكيه، يعني خلي المرافقه، هذه المرافقه، هذا محور مهم. ولكن قبل ما نلحقوا لهكذا، باش ما نروحوش نتهموا الاخرين، نبداو بروحنا، نبداو بالداخلي. كي نحل مشاكل داخليه للمؤسسه في مجال التسيير وفهم هذا النشاط، بعد نروحوا لامور اخرى. قال المؤسسه مليحه، عندها كل الامكانيات، عندها عرض اللي توفر على اللي يتحكم في الكميات وفي النوعيه وفي عندها اراده وقابليه. نروحوا للمؤسسات اللي ترافق هذا النشاط. نروح للجمارك. انا اليوم باش نكونوا صادقين، تقريبا في مجال التصدير الجمارك راهي تسهل لنا كل الامور. يعني باش خلاص هذا المشكل تاع، شوف انا قميص عثمان تاع الجمارك هذا خلاص. لا قميص عثمان، لا قميص واحد اخر. اليوم الجمارك راهي تلعب دورها، وان شاء الله يواصلوا في هذا المجال فيما يخص التصدير. انا الجوانب الاخرى ما يهمنيش، تقول لي الاستيراد ومشاكل، سي با مون بروبليم. انا المشكل تاعي هو تحسين الاداء الجمركي في مجال، وتسهيل العمليه الجمركيه في مجال التصدير. وانا نقول اليوم، ونقول حتى المدير العام تاعنا سي بن طاهر تاع الجمارك، نقول له الخدمه اليوم هي مليحه في مجال التصدير، وبارك الله في الجماعه تاع الجمارك. يعني الجمارك خلاص هذا باش ما نقولوش لا درك يبقى لنا تكلفه في النقل ولا لوجيستيك. هنا احنا رانا من البلدان وين التكلفه في اللوجيستيك اعلى مستوى، وهذا يقلص من الجانب التنافسي، هامش الربح يقلص من القدره التنافسيه مع البلدان. اللي نروحوا المشكل الثاني، هو كلنا نعرفوا بان المشكل تاع لا ريغلمونطاسيون تشونج راهي تاثر كثير على التصدير. وانا قلت للجماعه، قلت لهم باسكو لماذا المصدر لما يبيع عنده جزء 50% من العمله الصعبه و50% بالدينار، ولكن هذيك 50% باش يستعملها فيها صعوبات كثيره. باش يحل ان كونتوار في الخارج ولا ان بيرو دو ريبريزونطاسيون مشكل كبير، باش يدير تحويلات بور لو ريبريزونطون كوميرسيال ولا المانداتير ولا مشكل كبير. قلت انا يعني نقولها اليوم للحكومه والسي لوكال تاع المحافظ تاعنا تاع البنك المركزي، لو اسمع لي مليح، هذه مهم، لو نعطي الامكانيه للمصدر باش يخرج هذوك 50% بالعمله الصعبه بسهوله ويعوضها بالدينار الرسمي، ويدي هذوك العمله الصعبه يحرقها يبيعها في سكوار يدير بها واش يحب، للجزائريين كلهم يروحوا يصدروا. انا نقولها وما يقولوا ليش ما قلتناش. نحي لنا هذه العقده هذه. هذا شيء مهم. ولا حبينا نطوروا الصادرات، انا نقولها لك، انا راك هنا شاهد. خفف سهل استعمال 50% تاع العمله الصعبه تاع المصدرين، الجزائر كلها تولي تصدر. هنا هذا ما يطرحش تساؤل. وانا كان عندي قبل ايام الوزير الاسبق سي الهادي خالدي، وتحدثنا كثير على هذه النقطه، قضيه
توحيد سعر الصرف، يعني بين السعر الرسمي والسعر هذا تاع السكوار، لانه هذا ممكن من السرطانات اللي تقتل الاقتصاد الجزائري. لا. شفنا مثلا مصر مؤخرا دارت تعويم الجنيه، يعني السعر الرسمي والسعر تاع السوق نفس الشيء. هذا يخلي مثلا يخفض لك فاتوره الاستيراد، لانه الناس الكثير الان يستوردوا فقط من اجل يعني هذه يبدل العمله في السكوار، يعني الفائده تاعه هنا يخلي يعني كما تتحدث في التصدير يكون عندنا يعني هامش حريه اكبر. يعني هل ما تشوفش انه حان الوقت لتوحيد سعر الدينار مع يعني بين السوق السوداء وبين السوق الرسمي؟ انا نشوف حوايج هذا بزاف. كل الدول دايرتها يعني. لا انا نشوف حوايج بزاف. انا بالكلام سهل يعني نعم. ولكن نظن بان عندك مشكل غير قانوني. نعم. هذه السوق السوداء هذه تاع العمله اشكاليه غير قانونيه. نعم. الاشكاليه الغير قانونيه ما تقدرش تحلها بطريقه قانونيه. هذه درك ولا فهموا ولا ما فهموش نقعدوا 2 سيكل. نعم. اوكي، عندك شكل غير قانوني ما تقدرش تحلو بطريقه قانونيه، لازم تستعمل وسائل غير قانونيه باش تتحكم في الاشياء. انا نقصد غدوه الدوله تفتح شبابيك بالسعر. هذا خطا، هذا خطا كما العالم كامل. لا جوا هذا خطا. لماذا خطا؟ لان الناس فهموا عن بالهم بان لما دير هذا شبابيك تاع تحويل العمله نعم. تاع الشونج، عن بالهم بان المواطن يروح يحط دينارات ويدي العمله صعبه. ما كانش منها، ما عندكش عمله دوفيز. هاد شبابيك ولا عندك عمله صعبه تروح تحطها في الشبابيك يعطيو لك الدينار. نعم. ولكن العكس لا. نعم. كان هكذاك ونسناو كل ما نزيدوش نروحوا نشريو العمله مسكوار. نسناو يديروا لنا شبابيك والجزائر كل تروح تشري العمله صعبه ب 120 دينار. لا انا نقصد نقولوا كيما الدول الاخرى كيما مصر وتونس وكيما واش الفرق بيننا وبين تونس والمروك؟ ما ديرش هكذا. تونس والمروك شبابيك تاعها ما تروحش تعطي لهم ديرهم يعطيو لك العمله صعبه. لا، تعطي لهم العمله صعبه ويعطيو لك العمله الوطنيه. نعم. الناس ما فهمتش هكذا. لا، لازم نفهموا بان العمله تاعنا ماهيش سي با اون ديفيز، دونك ما نستعملوش بهذه الطريقه. انا واش نقول بان عندك واقع في بعض الاحيان هذيك النقمه هذيك تولي نعمه. لو نعرف نستغل هاد الامور الغير قانونيه نقدر نحولها الى اشياء ايجابيه. نعم. ولكن مثلا كيف نحولها؟ انت تقول لي تكلم لي على الاستيراد. تروح تعطي لي انا نصدر في البترول، والجماعه في سوناترا يتعبوا يجبدوا البترول في سخانه 50 دوغري تو، نروح نبيع البترول بدراهم تاع البترول نروح نشري البنان. يا هل ترى هذا معقول؟ هذا غير معقول. ولكن انا ما نغلقش الباب عليك. احنا حبيتوا ترجعونا للستينات. يعني نرجعوا كان العصر الجال الحجري. انا والله ما تاكل بنان، ما تاكلش البنان غير ولا تنتج وتصدر. انت ما كل بنان ولا تحب تاكل بنان ماشي بدراهم تاع ولادي، ماشي بدراهم تاع البترول. لكن هذه يقدر يرجع لك يا سي عباس. هذه واحد يقدر يرجع لك يقول لك هذه اجراءات سهله، يعني حبس البنان حبس الكيوي. هذه ماشي حاجه صعيبه. نعم. خلينا نفكروا في الحلول الصعبه. هذا اللي يقول لك اجراءات سهله يروح يديرها ويحبس هذا الامبورطال. لا، انا كي نعطيك بنان نعطيك مثل. انا ما نحبسش في البنان برك. انا نحبس لك كلش. نعم. انا ما نحبس لك كلش. انا ما نحبس لك لي بارفان، نحبس لك الشوكولا، نحبس لك المايونيز، نحبس لك الكاتشب. اصنع هنا، اخدم هنا. لما يكون عندك انتاج متنوع، لما تصدر ومن بعد جيب واش حبيت. هذه وحده. 2، ولكن انا نعطي البديل. لما نمنع نعطي البديل. حبيت تجيب البنان روح جيبها بدراهمك. جيبها بدراهمك ماشي بدراهم ولادي والبترول. لا، جيبها بدراهمك. انا ما نغلقش الباب. هذا هي الخطا. كيف تجيبها بدراهمك؟ اشرح للناس هذه كيف تجيبها. الناس عندهم ملايير اللي داها بالحلال ربي يزيد له، اللي داها بالحرام يا ربي يحرقه. هذا سي سون بروبليم. ولكن عندهم ملايير راهي مخزنه. الحكومه الجزائريه قالت لك يا جماعه جيبوا لنا الدراهم تاعكم دخلوها في القناه الرسميه. ما كانش تجاوب. ولكن لو تقول للناس هادو روحوا تقدروا تستوردوا هذه المواد الكماليات هادو، يروحوا يدخلوا في الخط. هذه وسيله من الوسائل الذكيه الذكيه لاستعمال هذه الاموال المجمده. قال هذاك اللي عنده الملايير يروح يشري العمله صعبه مسكوار ولا من لي زيتاز، سي با مون بروبليم. يحب يحولها يديها بالفاليزه ويجوزها بدراهم من البنكه، سي با مون بروبليم. يجيب هذا الموز والكيوي واش حبوا. صح، هذا يزيد يرفع فاتوره. لا دوك نقول لك واش كاين. كي يجيبها الموز هذا وين يروح في الميناء. نعم. كي يدخل في الميناء يدخل في لاطراسابيليتي اوفيسيال. ومن بعد هذوك الاموال هذيك تدخل في القناه الرسميه. وانا نقول هكذا ماشي باش ندور عليهم، لا، ومسموح من بعد ندخلهم في القناه الرسميه. اللي يحب يولي، اللي يحب يجيب ماشينه صغيره يبدا يخدم، خليه يجيب دراهمه.
اللي يحب يجيب الكيوي يجيب دراهمه. لا انت ما يجيبوا بدراهم الان يجيبوا بدراهم. لا انا يجيب دراهمك. لا او يحط الدينار ويدي العمله الصعبه تاعنا تاع البترول. ب 120 دينار ماشي ب 180 كما راه. لكن ما كاش آلية أخرى للاستيراد. أنا قلت لك هذه أعطيت لك الآلية. يروح يستعمل الأموال نتاعو يروح يشري مسكوار ولا يشري ما يقدرش يحولها يولي يفدها في الفاليزة باش يمشي للخارج. لا بعد يدخلهم في البنك يديروا دوميسيلياسيون. هذا مهم. شوف بالك كاين الناس راهم يضحكوا درك ولا أنا راني تاع ميدان مانيش تاع مكتب. دونك هذا شيء مهم يخليه. اولا راك ساعد هذاك الناس هذوك اللي مخزنين دراهمهم. ثانيا راك راح تسمح تجلب هذه الاموال وتدخلهم في طريقه رسميه. ثالثا شوف الضرائب ولا لي تاكس دوانيه اللي راح تربح. رابعا راك تمول السوق نتاعك بعده مواد بدون ان تاثر على الخزينه على المداخل تاع العمله الصعبه تاعنا. سمعت. وخامسا راك تحرك الاقتصاد بطريقه ذكيه. خلينا ندخلوا شويه في الخطوط العريضه للنموذج الاقتصادي الجديد. انت سي لالماس يعني الان كاين كثير من الخيارات. هل مثلا نتجه نحو السياحه، نتجه نحو الفلاحه، نتجه نحو الصناعه، نتجه نحو الخدمات الماليه؟ كاين دول عايشه فقط تعرف هذا الوقت عايشه بالخدمات الماليه. انجلترا مثلا، انجلترا، لبنان مثلا. هل مثلا نتجه لاستقطاب اموال الجزائريين في الخارج؟ لانه هذيك النهار شفنا يعني الجزائر عندها تحويلات ضعيفه جدا مقارنه بالدول الاخرى. يعني وين تشوف الانطلاقه؟ منين نبداو ان صح التعبير؟ شكرا. هذا مهم. ونظن بان نقطه سوداء في هذا المنهج الشكل الاقتصادي الجديد. لماذا؟ لان راهم يتكلموا على تطوير القطاعات كلها. وهذا غير ممكن. لماذا؟ لان التنويع هذا هو. راك تتكلم لي على التنويع في القطاع، التنويع الاقتصادي ما يقدرش يقيس كل القطاعات الا اذا كانت عندنا وفره في كل القطاعات وعندنا قدره تنافسيه في كل القطاعات. يعني كل البلدان فهموا بان التنويع يكون مستهدف، يعني سيبلي. تروح يعني نبداو بحاجه نضمنوها من بعد نمشيو بارك الله فيك. لماذا؟ اولا ما عندناش امكانيات باش نطوروا كل القطاعات. راك درك راك واضح كل باينه. هذه كيما نحبوا نديروا السياحه في 48 ولايه ومن بعد ما درنا السياحه في حتى ولايه. يعني كنا قادرين نديروها في ولايه واحده. هذا هو ليكزامبل. سي سا. دونك حنا قلنا واش قلت لك قبيله. قلنا اولا الاقتصاد تاعنا ما نعرفوش. ما نعرفوش القدرات نتاعنا، ما نعرفوش الامكانيات نتاعنا. والله يا تروح القطاع، تروح لوزاره الصناعه والله ما على بالهمش واش عندهم من قدرات. تروح للفلاحه والله ما على بالهمش كاين. وبالتالي فاليوم هذا الشوا، هذا الاختيار تاع القطاع او اختيار التنويع لازم يمر بالتشخيص، يكون مدروس. يعني ما يكونش اعتباطي هكذا، ويكون مبني على معلومات حقيقيه واقعيه تجي لك من الميدان. سمعت؟ وشكون وحتى في التشخيص هذا يشاركوا فيه الاطارات تاع القطاع، ولكن لازم يكونوا شراكه مع رؤيه خارجيه من القطاع. لازم يفضل ان روغار اكستيريور من القطاع اللي يتماشى اللي يروح في هذا التشخيص هذا. باش نقول لك لما تشوف تكون علاش اعطينا رايك انت. انت كتبع يعني وين تشوف انه الجزائر عندها امكانيه وين تبدا؟ يعني هل تشوف انه عندنا لاتو في السياحه ولا في التصدير ولا نعم؟ هذا هو الخطا. اليوم راني نسمع في بعض الاحيان يقول لك لا نروحوا الفلاحه، لا نروحوا الصناعه. لا يا اخي باش نواجبك لازم يكون كاين معطيات. بارك الله فيك. لازم تكون سينو راني نقول العكس. واش راني نتكلم؟ راني نقول بان لازم لنا معطيات. ما تقدرش تبني استراتيجيه، ما تقدرش تبني شكل اقتصادي بدون معلومات واقعيه وحقيقيه ورسميه وجايه من الواقع. اليوم باش نعرف بان عندنا قدرات في الفلاحه لازم نروحوا الى تشخيص هذا القطاع. يا اخي الناس راهي تروح في لا كونتابيليتي اناليتيك. الناس على بالها كيلو تاع البطاطا شحال نستعملوا فيها من الطاقه من الماء. من الماء درك ولا دير لي انا 1000 لتر باش ندير قنطار تاع البطاطا. يسقام لي تما لو كان تحسب هذاك المياه اللي نستعملها، يعني كيلو بطاطا يسوى 1000 دينار. فهمتني؟ دونك يفو يالي دون سو جور دابروش. ولا نلحق لها شيء، ما نزيدش نخدم بطاطا، نخدم شيء اخر اللي عندي قدرات تنافسيه فيه ونقدر في هذه الحاله. مثلا هذا مثلا نشوفوه في اوروبا وينعدم الحديث عنه في الجزائر. قضيتين: قضيه التحول مثلا الايكولوجي، يعني استعمال الطاقات المتجدده، هذا انا بعد عنه رغم انه في العالم مشاو فيه بطريقه كبيره جدا. وعندنا الاقتصاد الرقمي ايضا بعد عنه بطريقه كبيره. يعني نقول لك يعني صح، يعني الناس مثلا في اوروبا وفي امريكا
مش تتركز كل جهودها على هذه المحاور. احنا في الجزائر يعني ما نحسوش عنها. لا انا ما نروحش في هذا الخطا هذا، يعني مازال في الامور التقليديه. احنا رانا في القاعديه برك، مازالنا ما نتحكموش في البطاطا يا اخي، مازال ما نروحوش رقمي، لا نقعدوا احنا راك تشوف الاقتصاد تاعنا. لكن هذا ما يمنعش انه انت باش تطور السياحه لازم يكون عندك لي كارت بونكار والتعاملات الماليه. تعرف هذا الموضوع. شوف السياحه، تكلمي على السياحه لا نتكلموا على السياحه، هذا شيء مليح. قال لك قطاع استراتيجي لازم نطوروه. يا اخي طور لي سياحه، والسايح تاعك واش تعطي له ياكل هنا؟ تعطي له البنان وتعطي له الكيوي وتعطي له منتوجات المستورده وتعطي له البارفان المستورد وتعطي له اللباس المستورد ويشري كلش مستورد. واش تستفاد انت؟ هذا كذلك. روح لتركيا، بالك رحت لتركيا ولا تروح لتونس ما تشوفش منتجات مستورده. لماذا؟ لان وبالعكس السياحه وسيله يعني لتطوير الانتاج، للاستفاده من الانتاج الوطني. لماذا؟ لان الاقتصاد سي كوا؟ انتاج واستهلاك. لما تستهلك بزاف راك تنمي الاقتصاد نتاعك وراك تقوي القدرات نتاعك، وبالتالي تشغل الناس ويعني الحركه الاقتصاديه تمشي. يعني. بارك الله فيك. الحركه الاقتصاديه دور. ولكن اذا نجيب السواح ونعطي لهم الاكل الاجنبي ونعطي لهم اللباس الاجنبي ما تستفادوا والو. هذا هو اللي حبيت نقول. دونك حتى هنا لازم تعرف كيفاش تروح، وين تروح، اي القطاعات. ودرك يعني عندي الحق واش قلت لك. يعني انا فهمت منك سي لالماس انه البدايه هي من الانتاج، من القاعده. بارك الله. يعني كي يكون عندك انتاج. شوف انا بسطت لك الاقتصاد، قلت لك الاقتصاد هو انتاج واستهلاك. طور الانتاج وتحكم في القدره الشرائيه. العائق الكبير امام تطوير الانتاج مثلا الاستيراد. كاين اولا الاستيراد. خلينا من الاستيراد لانه لا لانه اخطات في الاستيراد. انا كمستهلك نمشي يجيني يعني جين مليح من تركيا ب1000 دينار وتجيني تخدم في الجزائر ب3000 دينار. انا ماذا بيا نشري تاع تركيا ماشي تاع الجزائر، لانه نوعيه رديئه والثمن عالي. يعني اخترعت حتى هذا الاستيراد لا يجب شيطانته. يعني كاين توازن لازم يكون. يعني اذا انت عندك انتاج رديء، يعني حتى المستهلك من حقه يستهلك نوعيه مليحه وباسعار مليحه. انا نقول لك سؤال ما نطرحوش بهذا الشيء، انا نطرحه بطريقه اخرى. لماذا هذاك الجين اللي مصنوع في الجزائر يدير 3000 دينار والجين اللي نجيبه 1000 كيلومترات بالنقل والجمره الى اخره يسوى 1000 دينار؟ دونك انا كي نحل هذه المعضله هذه نصيب الحل، نولي نروح باش نصنع هذاك الجين باقل من 1000 دينار. سمعتني؟ ولكن بنوعيه نفس النوعيه. تقول لي انت كيف نطور الانتاج الوطني؟ قلت لك الاستيراد احد العوائق. لما انت تستورد هذا الكاس هذا جيبه لي من الصين ب 0.5 يورو ولا مانيش عارف، راك تكسرني انا. او لماذا؟ لان هذاك تاع الصين هذا يجيبوه اقل سعر. لماذا؟ لانهم ينتجوا ملايين من هذا الكاس هذا. حنا مازال راني في الانطلاقه، دونك عنده اون افونس تيريبل. اثنين، لما تقول لي نطور الانتاج كيف؟ بالاستثمار. يعني تشجع الاستثمار. كيف تشجع الاستثمار يا اخي؟ اليوم رانا نتكلموا مشاكل في المساحه، يعني الارض الصناعيه ما كانش. لكن الدوله بذلت جهود. يعني هي تبذل ما 62 هي تبذل جهود. المشاكل في البنك ما زالت. المشاكل في الضرائب ما زالت. المشاكل في السوق السوداء مشكل كبير. باسكو هذاك يبيع بلا ضرائب بلا والو، وانا تتفرض عليا ضرائب. نصف الاقتصاد هو ماشي الان في السوق السوداء اكثر. دونك هاد العراقيل هادو والرشوه والمحسوبيه والبيروقراطيه والاداره ما يتماشاش مع الشكل الجديد الى اخره. وبالتالي قل لي نطول الانتاج. كيف نطول الانتاج في محيط في مناخ غير مساعد؟ وبالتالي فحنا شوف انا في بعض الاحيان نقول ان شاء الله راني غلط. واش راني نقول؟ يعني والله يعني ان شاء الله راني غلط، وان شاء الله يعني المعلومات اللي راني نعطي لكم بالك راني غلطوني فيها. وباش وعلاش؟ باسكو ولا انا راني غلط. يعني الحكومه راهي يعني راهي تفيد، ولكن هذا واقع. انا لانه قريب ينتهي وقتي. مش من الوقت عندك ديال انت تاريخ استهلاك ولا لا الوقت وقت الحصه. وقت الحصه. نعم. سي لالماس، يعني هل الجزائر
تمشي نحو التحرير، لأنه مشينا الكثير من رجال الأعمال يقول حان الوقت لفتح المجال. يعني مثلا قاعدة 49 51 مثلا الاستثمار الأجنبي يقول لك خلينا نفتح، وبين مثلا الدعم الأسعاري يقول لك ما لازم يكون دعم موجه ما يكونش دعم عام، وبين الدولة اللي دائما يعني تكون في التوازن بين التحويلات الاجتماعية وبين المعطيات الاقتصادية. وين تشوف المشكلة؟ راك تتكلم على النقاط اللي موجودة في الشكل الاقتصادي الجديد اللي يقول بلي لازم نروحوا إلى التنويع الاقتصادي، لازم أكثر تحرير، لازم تحكم في الميزانية إلى آخره. ولكن ما كانش الميكانيزمات، هذا مليح نروحوا لهذا الشيء هذا، ولكن أين هم الميكانيزمات اللي تسمح لي باش نوصل إلى هذا التحرر الاقتصادي وإلى التنويع الاقتصادي ولا في التحكم الميزانية وتحسين المناخ إلى آخره؟ يا أخي هذه الأهداف تاع الشكل الاقتصادي هذا اللي راك تتكلم عليه الى اخره معروفه منذ زمن. ولاش في 2010 ولا واش كانوا يقول لك ما تنوعش الاقتصاد، ما تحركش الاقتصاد، ما تحرك مثلا يقولوا ليش بعيد. ولكن هذا الخطاب معروف صدير. هنا في الشكل الاقتصادي الجديد واش كاين؟ جمعنا كل معطيات من 2000 نقولوا 2000 برك ولا 89 هذا 89 حتى اليوم جمعوا كل يعني لي فراز اللي كانوا يجوزوا الاهداف اللي كنا نتكلموا عليها منذ الاصلاحات تاع 89 حتى اليوم وداروهم لنا في يعني انت تشوفه مجرد كلام يعني. وللاسف تشوفش باللي ما كانش يعني غير معقول. شوف ما هي المعطيات اللي اعتمد عليها اللي داروا هذا المشروع باش يخرجوا لنا بهذا المشروع؟ ما نعرفوش ما شكون دار هذا المشروع هذا، ما على بالنا شكون. هو خرج لنا من وزاره الماليه، خرج من وزاره الماليه. هذا ما يعنيش بان هما اللي داروه. اذا الوزاره الماليه اللي دارته والقطاعات الاخرى هل شاركوا في هذا؟ ما على بالناش. هل كان يعني انا نفهم منك سي لالماس لازم ندعم اليه الاحصاء، اليه مراكز الدراسات، الاستشراف، الرقمنه. نزيد لك شيء يعني نبداو منها بالطبع باش تبني انت استراتيجيه تاعك. نزيد لك، هل كان نقاش حول هذا المشروع؟ ما كانش. نتكلم لك يعني منذ 2016 جوان 2016 منذ سنه ونصف ملي اعلنوا على هذا الشكل الاقتصادي، منذ سنه ونصف وانا نقول يا جماعه وريوا لي هذا الشكل الاقتصادي نقراوه، اين هو الشكل الاقتصادي؟ صدقوا عليه في جوان 2016 ويخرج في 2017. يعني هل هذا معقول؟ يعني حتى باش يخرج بك خضاع. هل على اي اساس صدقوا عليه؟ اذا ما كانش هذا موجود اصلا في 2016 صدقوا على ماذا؟ يعني باش تشوف يعني رانا مازال في البريكولاج، ما زلنا في البريكولاج. وهذا نظن بان ما يديناش بعيد. هل ترى انت الجامعه الجزائريه راهي تخرج لنا الاف تاع الباحثين وكذا في الاقتصاد، هل ترى شاركنا هاد الناس هادو في النقاش؟ قبل ما تخرج لي هذا كان المفروض نناقشوه. انا للاسف انتهى وقتي سي. خلاص الوقت. شحال درنا ساعه؟ سي لالماس نشكرك على كل هذه المعلومات، ونتمنى ان شاء الله يكون النموذج الاقتصادي حقيقه يخدم الشعب الجزائري ويخدم الاقتصاد والمستقبل الشعب الجزائري ومستقبل البلاد. شكرا لك. هذا ما نبحث يعني. بارك الله فيك. فاصل قصير.